هذا واحد من أهل قطر، سافر لإحدى الدول وتعرف على واحد من أهل الكويت، وصار بينهم في هالسفرة علاقة 10 أيام 15 يوم، ورجعوا وكل واحد أخذ رقم تلفون الثاني، فصار بينهم اتصالات ومراسلات واتساب وهلا. بعد فترة راعي الكويت اتصل بالولد القطري وقال ترى زواجي بعد أسبوعين اليوم الفلاني، مثل ما تقول يوم جمعة ليلة سبت أو يوم خميس ليلة جمعة، أتوقع يوم جمعة ليلة سبت، فيشرفني حضورك إن استطعت. الولد وحيد أبوه في قطر، فجاء لأبوه قبل بأسبوع قال يا أبوي، قال نعم، قال في صديق لي في الكويت ودي حضر زواجه. قال من هو اللي في الكويت؟ أنا ما خبر عندك. قال والله في سفرتي الفلانية تعرفت عليه وصار بيني وبينه مزارق طيب وأخوة ومحبة، فودي أرسل لي الدعوة ودي أجيب الدعوة. قال لأبوه والله أنا ما أرى أنك تروح، أنت عندك عمل وبتروح صد رد، ما ارسل له رسالة، وإن كانك تبي ترسل له يعني عانية ارسلها، لكن أنا ما بيك تروح، قلبي قابض لي. فالولد يحاول في أبوه، يحاول ترجاه، لقى أن أبوه رافض الأمر بتاتا. راح لوالدته وحاولت تأثر على أبوه، رفض الأبوه. راح العمامة نفس الكلام، له جد فالبر عازب على أبوه، فقال مهنا إلا جدي هو اللي بيأثر على أبوي يخليني أروح. كان الولد حريص جدا على الروحة، والأبوه تماما رافض. فرح الجدة عند البل وسلم عليه، قال يا جدي، قال نعم، قال أنا بيك طلب. قال ابشر يا ولدي، ما طلب. قال هذا ما صار، هذا خوي لي وعزمني على زواجه وأبوي رافض. قال ليش رافض؟ قال يقول ما يوم واحد رايح جاي ما تستاهل، ارسل له العنية. قال يا ولدي أبوك يمكن معه حق. قال أنا طالبك طلبه وأنا ما جيتك. قال خير إن شاء الله. دق على ولده الأبو الجد، يا ولدي، قال نعم، قال أبي منك طلب. قال تفضل أبوي آمر. قال أبي فلان يروح لزواج خويه. قال هو وصل؟ قال لي. قال تم، استم يا أبو، ولا يحتاج التامر علي وعلى عيالي. جاء الولد ولا قال له الأبو شيء، وخذ شنطته وأغراضه في اليوم المعهود، مشى مثل ما تقول يوم الأربعاء. يوم جاء قبل حد قطر السعودية ولا في شايب يشر مع شريطة، وقف له. وين؟ قال يا ولدي أبي الحسن، أنا فيه واحد جاء زاير الخوي اللي في قطر ووصلني المركز وأبي واحد يوديني الحسن. قال اركب. فالولد ركب الرجل هذا معه في السيارة، سولفوا مع بعض، جو المركز وخلصوا من إجراءات قطر، ثم دخلوا السعودية وخلصوا من إجراءات السعودية، وصلوا الحسن. يوم جاء الحسن قال بيك توديني في الحي الفلاني، منا جو عند هاك البيت. قال الشايب انزل تقهوى معي ولا تعشنت لك معروف. قال لا والله يا عمي أنا وراي مشوارا للكويت، في أمان الله في أمان الله. الوليد على طول شغل ووصل الدمام، تعدى الدمام، وصل الخفجي، وصل النويصيب مركز الحدود بينه وبين الكويت. يوم جاء عند الغرفة اللي فيها تقديم الجوازات بسيارته ويقدم الجواز، موظف الجوازات يوم فتح الجواز قال وين الشايب؟ قال اي شايب؟ قال انت معك شايب، هذا سؤال. يوم ناظر أثره جواز الرجل الشايب اللي كان معه، أعطاه جوازه وهذا أخذ جوازه. يوم جو خلصوا من المركز هذا تبدلت الجوازات. حط يد على رأسك، لا حول ولا قوة. هذا واحد وصلته قال والله النظام. رجع السيارة ولا رده إلا الحسن. جاء عند بيت الشايب حتى يقول ما دليت البيت بعد جهد جهيد. طق الباب، طلع ولده السبير، سلام عليكم، الشايب اللي جيت هذا ما صار. قال اقلط. قال لا والله. قال ابوي والله رايح المنطقة اسمها صلاصل بين الدمام وبين رايحين عند جماعته. مشى. تبين نروح له؟ قال لي والله بيروح له. ركبنا، يقول وركب الرجال معي ونروح لصلاصل هذه. يوم جينا صلاصل عزبة وعندهم إبل وهذا، يقول يوم جينا عند الرجاجيل وانت قهوة. قال ابوي وينه؟ قال ابوك مشى للرياض. لا حول. قال يلا مشينا الرياض، ويصلون الرياض، يجون في حي النسيم يدورون الشايب، يدورون. قال والله جانا ورجع. لا ويرجع ويجون الصلاصل هذه ويلقون الشايب. رجع للعزب، سلم عليك يا حسن ما شر ولدي. قال والله أخذت جوازي ولا أخذت جوازك؟ قال جواز في البيت. يا ولدي كان فتشت الشنطة؟ قال والله يا أبوي ما أدري. قال أجل أنا بركب ولدي وأنت الحقنا بسيارتك. قال خلاص. يركب الشايب مع ولده أو يركب الولد مع أبوه يسوق به والولد في السيارة وراه. ادخلوا الحسن، جو عند المنطقة
هذا اللي قدام هذا وراهم. الولد وهو يمشي الله يعزكم طلع عليه حمار وصدمه وتنعفج الراديتر والصدام. قال هذه ماني برايح للكويت ابد، بس اعطوني جواز يعني. شاف الشايب ورجعوا له، قال يوم ناظر السياره وقفونها على جنب، قال اركب بعد اركب. وصلوا البيت اعطاه الجواز، قال يا ولدي عندي السياره هالونيت قمرتين، خذها توصلك الحدود واركب من هناك طرقي لين قطر وخلي السياره عند العسكري فلان انا اعرفه، والله يسرمك سيارتك بنصلحها واذا صلحت ارسلناها لك ولا تجي تاخذها. قال جزاء. يقول الحين ما عاد مالي رحله ولا ابي اروح خلاص. يقول قال له ترى الكفر الوراني للسياره مبنشر فيها، مر محطه وعبه. قلت ان شاء الله. اخذت جوازي واخذت السياره وشغلتها وجيت محطه بنزين اللي على الخط، ولا مسكر راعي البنشر ولا فيه هواء، ما في احد. قالوا لا والله ما في، لكن هالتريلات الخمس اللي موقفه يعبون لك هواء ترى عندهم لي. قلت خير. واجي عندهم وابي هواء، توني اتكلم على افغاني، اثر التريلات عليها مراقبه من المباحث، والقطوني والقطوهم وركبونا في جيوب للرياض. وقعد في السجن 4 أيام. بعد ال4 أيام طلعني الضابط، كانت وش قصتك؟ قال والله قصتي هالشكل 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 وصدمت حمار. يقول يضحك الضابط. قال هذه تريلات عليها مراقبة فيها حمولات مشبوهة، وحققنا معهم وسألنا عنه، قالوا هذا والله لا نعرفه ولا وقف عندنا فجأة وانتم تقبضون عليه. قال أنا طالبك طلبة، عطني شنطتي بس وجواز الله يرحم والديك. قالوا الضابط يعطيني الشنطة ويعطيني الجواز وحجز إلى قطر من الرياض، واتصل على شوي براعي السيارة، قلت سيارتكم في المحطة روحوا خذوها، سيارتي متى مصلحة تصلحت. وارجع لابوي قال ها بشر عسى حضرت الزواج. يقول له لابوي قال اي حضرت. قال يا ابوي عز الله يعني طاعة الوالدين ما تنم عن عبث. يوم قلت لي لا تروح وأصريت أروح لأمي وأروح لعمامي وأروح لجدي، وأنت في خاطرك أني ما أروح، يفترض أني ما عاد أرد لك كلمة. خلاص درس يا أبوي ما أنساه طول حياتي، ومن هالمنبر أنا أنقل الصورة للجميع أن متى ما قال لك أبوك ولا أمك كلمة وتعرف أنها من عمق قلبه فقل وقف عندها خلاص. هذا أبوك وهذه أمك أغلى ما تشوف، ولا يتمنون أن أحد أفضل منهم إلا أنت. ما في إنسان يتمنى، حتى أخوك ما تتمنى أنه أفضل منك، لكن ولدك تتمنى أنه أفضل منك. فلما وقف وقال لك لا تروح أنا كاره أنك تروح، توقف عند الموضوع هذا. الله سبحانه وتعالى أعلم ووجه الأبو وأنت وحيده. فأنا من هالمنبر أوجه للجميع للشباب، إذا وجهك أبوك بتوجيه ربما أنه مقنع بالنسبة لك، لكن اعرف أن الله سبحانه وتعالى طاعة كله حتى لو هو مقنع هو خير لك ونعمة وطاعة. فأسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة، وجزاكم الله عنكم.